الطريقة اللي هتبتدي بيها يومك وهتبدأي بيها صباحك هي اللي هتفرق وهتحدد شكل يومك كله، وكمان هتحدد قد ايه كان يومك منجز ونشيط وقد ايه مزاجك كان حلو وحاسة كده بنشاط ومفيش كسل في يومك خالص. بالمناسبة صباح الخير. بما اني صحيت بدري من الساعة 7 الصبح قررت ان انا اشارككم يومي والحاجات اللي انا عملتها ونشوف مع بعض لحد بالليل اليوم فعلا كان productive وحلو بكل صراحة وواقعية ولا لا. اول حاجة بدأت بيها لما صحيت هي ان انا روقت الأوضة بتاعتي وروقت السرير، ودي بتفرق جدا وبتدي نشاط. اهم حاجة ان كل حاجة تدي ليها وقت معين، ما تسرحيش في كل خطوة بتاخديها في صباحك. بجد بقى اهم من كل الخطوات اللي انا هقولها انك اول ما تصحي اجهزي كأنك نازلة كأنك خارجة، البسي حاجة شكلها حلو، حاجة غير البيجامة، كمان حطي ميك اب، سرحي شعرك خصوصا لو بتشتغلي من البيت. بجد بيفرق في يومك جدا وبتحسي ان انتي طول الوقت مع القهوة طبعا قررت ان انا ابدا ان انا اجهز المكتب بتاعي للشغل. ده طبعا في حاجات عملتها ما صورتهاش، هي ان انا قعدت تحت شويه في البرجوله شفت الشمس وقريت شويه قبل ما البس حتى هدومي. فدلوقتي حبيت ان انا اروق المكتب عشان شغل اليوم. مش بس كده، ضفت لي تفصيله كده تفكرني بايام كنت نشيطه فيها قوي وايام بحبها، وهي السماعات دي كانت في اوضتي قبل الجواز فبحبها قوي. بعد ما اشتغل حبيت ان انا اجيب النوت بوكس بتاعتي واكتب كده انا عايزه اعمل ايه في يومي، وقبل ما اكتب عايزه اعمل ايه في يومي قررت ان انا اكتب في نوت بوك الامتنان بتاعتي اللي هي بكتب فيها الحاجات اللي انا ممتنه ليها، بكتب فيها affirmation. فقررت ان انا ابدا، دايما بنهي بس حاسه ان احلى اني ابدا عشان هتفرق في نظرتي لليوم وللحاجات اللي تحت ايدي. فحبيت ان انا كده ابدا بشويه حاجات انا ممتنه ليها في حياتي، وبنصحكم بشده انكم تنتظموا على العاده دي. انا صحيت اخيرا بدري واعتقد ان يومي بيتظبط لانه انا بقالي كتير نومي بشع، وده بيخليني بجد في بد مود بطريقه رهيبه. فلما لقيتني النهارده صاحيه بدري وفي نشاط وحيويه وبقاله كتير ما كانش موجود، قلت ليه يا بت يا هدير ما تشجعيش ناس كتير معاكي، خصوصا انه اخر كومنت اخر فيديو جالي عليه كومنت ورينا روتينك بالنهار وورينا روتينك في يومك. فحبيت اوريكم روتيني لما بكون اون تراك ولما بكون صاحيه كويس، عشان ساعات كتير يعني عايزه اقول لكم معظم الوقت خصوصا بعد فترات كده اللي فاتت معظم الوقت ما بيكونش الدنيا مظبوطه وقادره كنترول كل حاجه. فما تفتكريش ان في حد احسن منك. هو احنا يا جماعه عندنا اوقات ينفع نكون في توازن ما بين كل الحاجات، واوقات تانية ينفع تكون كل حاجه بايظه. المهم ان احنا دايما نحاول نكون اون تراك. فبما اننا خلصنا بدايه يومنا وجينا على المكتب، حبيت اقول لكم today's agenda النهارده عندي ايه واخدكم بقى معايا فيه وكده. النهارده المفروض اول حاجه انا خلصت البدايات، فدلوقتي انا هقعد على المكتب كاول حاجه، هقعد انزل ريل كنت صورته على الانستجرام، دي اول حاجه عندي. تاني حاجه المفروض ان انا بقى اصحي خديجه ونفطر ونقعد بقى كواليتي تايم معاها، هي بس اركز معاها، وغالبا ده ممكن ما اصورش قوي فيه مش عارفه هنشوف. تالت حاجه المفروض ان انا اعمل غدا واعمل المطبخ بتاعي عشان انا ست بيت شاطره قوي. رابع حاجه بقى هيكون محمد جه وهنتغدى وهنروح للنايت روتين. بس خلونا نمشي كده واحده واحده في الحاجات اللي عندي النهارده. بس دلوقتي انا هاخد لي كده نص ساعه قبل ما اصحي خديجه على المكتب، اخلص شغل اخلص حاجات ورايا، بعد كده هصحيها. يلا بينا. ما تنسوش لو مش عاملين لي سبسكرايب على اليوتيوب وده اول فيديو ليكم، اعملوا سبسكرايب واتفرجوا على كل فيديوهاتي، اعتقد ان شاء الله هتعجبكم جدا. تاني حاجه انكم كمان تفتحوا الاشعارات النوتيفيكيشنز، عشان انا ساعات كتير بنزل فيديوهات الاقي ناس كاتبه لي يا بقالك زمان ما نزلتيش وانا اكون منزله طول الاسبوع. فميك شور ان انتوا تبقوا فاتحين النوتيفيكيشنز عشان اول ما انزل فيديوهات تجيلكم على طول. ويلا بينا نكمل الفيديو. دلوقتي الساعة بقت 12 الظهر، وقررت بقى ان انا هروق برضو البيت مكان قعدتي انا وخديجة عشان لما ناخد ناب ونصحى منها يبقى البيت نظيف وحلو ويبقى جاهز كده للفاميلي تايم. وعملت غدا بسيط قوي النهاردة، رز مقلي اول مرة اجربه بس طلع حلو قوي، بيتعمل ببيض، هي اكلة كوري بس حبيتها.
بعد كده قررت ان انا اخد ناب بعد ما خديجة نامت، وفي العادي انا ما باخدش الناب دي دايما عشان ببقى عايزة استفيد من الوقت ده في شغل او تصوير، بس النهاردة حسيت ان انا مرهقة فقررت ان انا لا، محتاجة ناب على الاقل ساعة، وفعلا خدت الناب. صحينا بقى وكان محمد جه من الشغل، مش مصدقه ان لسه في شمس وانه اليوم بجد حلو، وحاسه اني خلصت كل اللي ورايا بدري. قضينا بقى الفاميلي تايم، قعدنا مع بعض، شربنا قهوه، طبعا كنا بنتكلم على الواتساب عشان ديجا ما كانتش عايزانا نتكلم خالص وقضينا وقت كده لطيف. بعد كده جه الوقت بتاعي اللي هو ممكن نسميه روتيني المسائي. الحقيقة أنا عندي 2 روتين مسائي، في وقت ليا وحاجات كده أنا بعملها، وفي وقت مع خديجة بس ده أنا مصورتوش. المهم إنه هما نزلوا يجيبوا حاجة، وأنا كده هديت أضواء البيت كلها وفتحت شمعة كده هادية، وسمعت الميوزك اللي بحبها بصوت عالي، ونحط تحت بصوت عالي يا جماعة 100,000 خط. وكنت مستمتعة قوي بالوقت ده، لاني كمان كنت اليوم كله كان ما شاء الله حلو، وقعدت اشتغل على الفيديو ده اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، ويعني كنت مبسوطة بصراحة. كده انا كنت خلصت يومي النهارده. طبعا في جزء ما تصورش اللي هكمله، بس عامه عايزه اقول لكم انه حقيقي انا بيفرق في نفسيتي قوي اليوم اللي بصحى فيه بدري. مش بس انا، احنا قدرنا لاول مره من اسابيع كتير ناخد فاميلي تايم لطيف، ان احنا نقعد مع بعض في الشمس وبنتكلم او بنشرب قهوه. دايما كان بيبقى فيه اختلافات في النوم، الوقت اللي انا صاحيه فيه محمد نايم فيه والعكس. فحقيقي فكره ان احنا نصحى بدري بيخلينا ننجز حاجات كتير قوي بدري، وبيخلي اليوم دايما قدامك. مش بس كده، الطريقه اللي بتصحي بيها هتفرق زي ما قلت لكم في اول الفيديو. ونصيحه مني انا بعملها، انا النهارده وانا بسجل الريكورد ده يوم تاني اول لما صحيت ضيعت ساعه ملهاش اي لازمه عشان بس مسكت الموبايل. فنصيحه مني، الموبايل ده اخر حاجه هتعملوها بعد ما تبداوا صباحكم، تبداوا تمسكوا الموبايل، لانه بجد بيهدر الوقت بشكل مش طبيعي. ده كان يومي النهارده من الصبح بالليل، يا رب يكون عجبكم او اكون حفزتكم انكم بكره تصحوا بدري. لو عايزين تعرفوا ازاي ان احنا نظبط نومنا ما تكتبوليش في الكومنت، لان انا اخر واحده ممكن اقول لكم الموضوع ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم قوي قوي، وفي مسج صغيره كده يا ريت تسمعوها مني دلوقتي. مهم دايما ان انت تكون اون تراك، او حياتك فيها توازن، او يومك يبقى برودكتيف، ولكن اهم حاجه تكون عندك هي الباشن انك دايما تحاول. فبليز ما توقفيش محاوله مهما كانت الدنيا متلخبطه، مهما كانت الدنيا بايظه. keep going، والله you can do anything، بجد you can do it، ده مش كلام. احنا نقدر نعمل حاجات كتير، عندنا طاقات كتير، فما تيأسيش مهما كانت الدنيا متلخبطه. دوري دايما على نقطه تشجعك تخليكي تبداي من اول وجديد، وده اللي انا دايما بعمله. ودايما وانا واقعه او الدنيا بايظه بكون واثقه 1,000,000% اني هقوم. وطبعا ده بيبقى اشاره لعقلنا، وبنبقى واثقين فيه ومقتنعين فيه، فبنجذب الحاله الكويسه وبنقوم تاني فعلا. فيا جماعه مش مهم حياتنا تبقى مش مظبوطه، ولكن كارثه لو نبطل نحاول.